two-time Olympia champion, Big Ramy. المصري بيج رامي يتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي. ده ايه ده؟ ده كان خبر على CNN زي الايام دي من سنه تقريبا، ودلوقتي المانشات الجديد انه خسر. ومش بس كده، ده مطلعينه مركز خامس الظلمه. الاخبار على النت عماله تجيب القديم والجديد عنه. تصدقي اول مره اعرف اسمه الحقيقي، ممدوح السبيعي. طب بقى بيج رامي ازاي طيب؟ طب ليه غير اسمه كده؟ ده حتى السبيعي يخوف. حلو يعني احسن من بيج دي. ما كلهم ليهم اسم شهرة اسهل في النطق. يعني انا لما اتشهر هغير اسمي صح؟ والله انتي حرة، يعني خصوصا لما يكونوا طالعين على عالمية ومش عاوزين لخبطة الأجانب في نطق أساميهم الحقيقية. يعني مثلا السبيعي حرف العين هيبقى صعب، السبيعي والحاجات دي. بيج رامي على طول. ايوه سباقي. ممدوح السباعي. لا بيج رامي اجدع. عارفين حضراتكم مسميينه ايه في امريكا؟ مسمينه ايه؟ عزت. يعني هيسموه ايه؟ بس هما بيكتبوه عزت. فلا بيج رامي على طول. ايوه لا بيج رامي اجدع. انت عارف الجايزه كانت كام؟ كانت 400,000 دولار ومرتين ورا بعض. ده خلاص كده عدى صح؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا عرفت هو خسر ليه. لا خلاص. انا بقول بس مش كنا شفنا ليه حاجه كده نعدي حدود العالميه احنا كمان؟ طب هو بيتعب وبيتمرن وبيظبط اكله وبيظبط تمارينه وبيصحى الفجر ويشتغل على نفسه، عشان كده قدر يوصل للعالميه. راجل منضبط وعارف هو بيعمل ايه. طب انا عايز بس الناس تشترك وتفعل الجرس، وانا اعديكي حدود مصر الجديده واوديكي مدينه نصر وافسحك في سيتي ستارز وما تقلقيش. ماشي. طب يلا، واللي بيحب ولسه بيشجع بيج رامي يعمل لايك. بس قولي رأيك، هو أجمد ولا روني كولمان كان أجمد؟ كولمان ده اللي بنشرب فيه المية. يا رخم، انت ازاي دمك خفيف قوي كده؟ مولود كده. بصي بقى يا ستي، تعالي نشوف. النشأة. بيقولوا بيج رامي بطل مصري صنع في الكويت، من أبناء جيل الثمانينات، مواليد 85 من عيلة صيادين من كفر الشيخ، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. طوله ما شاء الله اللهم صل على النبي كده 180 سنتي، ووزنه 136 كيلو. بيج ما فيهاش كلام يعني. واتمرن في جيم اسمه أكسجين. انت متابعة وحلوة اهو. تعرفي بقى تقولي لي روني كولمان نشأته ازاي؟ لا بصراحة أنا بشجع ابن بلدي. قول انت. روني كولمان يا ستي من مواليد لويزيانا سنة 64. يعني طبعا أكبر بكتير. أكيد. طوله برضه 180 سنتي، وزنه 130، وتخرج بامتياز من جامعة جرامبلينج، ولعب كورة ودرس محاسبة، وتخرج سنة 86. يعني لما كان بيج رامي كان لسه بيبي لسه، صح كده؟ ايوه بالظبط. لما كان بيخدم كظابط في تكساس، صاحبه اقترح انه يروح نادي متروفليكس بتاع لاعب كمال الاجسام الهاوي براين دوبسون، فعرض عليه دوبسون عضوية مجانية مدى الحياة لو خلاه يدربه لمسابقة مستر تكساس لكمال الاجسام. انا بقول النقطة دي الرامي ده. روني ده واخدها بمعلقة دهب يا عم. رامي ابننا شقيان. اكيد طبعا، انا معاكي. 1-0. التدرج. ابتدى بيج رامي يكسب محلي في الكويت، خد مركز أول ببطولة الكاس الذهبية في 2012، والمركز الأول في بطولة أولمبيا للهواة. وفي 2013 كانت خطوة مهمة وجديدة لبيج رامي، أول مرة شارك عالميا في بطولات الاتحاد الأوروبي لكمال الأجسام IFBB برو، وخصوصا في منافسات نيويورك برو أولمبيا، وكسبها في نفس السنة. ومن أبرز إنجازاته مستر أولمبيا، كسب المركز الثاني في 2017 واتوج بطولة أرنولد كلاسيك في نفس السنة. أما بقى بالنسبة لمستر أولمبيا، اتدرج فيها من الثامن للخامس، للرابع للتاني بقى في 2017، ورجع تاني نزل للثامن في 2018 قبل ما يكسبها ب 2020. ايه رأيك؟ سوسة وعارفة كل حاجة. طب فاكرة دوبسون بتاع نادي متروفليكس؟ أيوة فاكراه، ده صاحب النادي. مرن بقى كولمان وكسبوا المركز الأول للوزن التقيل والشامل، وكمان كولمان كسب مدربه دوبسون لما اشتد سعد رماني. لا بس تفوق التلميذ على الأستاذ عادي يعني يا أوفر انت. ماشي كده تعادل في النقطة دي، وبقينا 2-1 لبيج رامي. ما بعد الألقاب.
اتشهر بيج رامي وعمل اعلانات وطلع في دعايه وبرامج كتيره. مش رامز قال انا شايل كفني؟ اما جابوا في رامز موفي ستار. ايوه صح، برنامج غتت. وطلعت عليه اشاعات كتير ومشاكل ياما لحد ما اتدخلوا في حياته الشخصيه، انت عارف بقى، تعرف، وقعدوا يجيبوا صور فرحه في دبي وايه ما اقولكش، انت فاكر طبعا. مالها الناس بصراحه، انا مش فاهم، ما الراجل حر. حر ايه؟ مش متجوز يا ابني؟ يا ستي اقصد في حياته وقراراته، حتى لو متجوز ما هو برضه حر بس بحدود. الناس ملهاش دعوه، يعملوا له مشكله ليه؟ بصراحه عندك حق، عامه بره في اوروبا والدول المتقدمه ملهمش دعوة فعلا. يلا هنقول ايه؟ خلينا اكمل بقى يا ستي، دخلتيني في رامز خلاص كمل. ماشي. بعد نجاح كولمان كلاعب محترف ابتدى يظهر كضيف شرف في افتتاحات صالات رياضية، عمل شرايط فيديو للتدريب وبقى يدي نصايح لرفع الأثقال وبيدي من خبرته. في وقت التدريب بيفضل استخدام الأوزان الحرة بدل الآلات عشان يحقق أكبر قدرة من النمو والمرونة ومدى حركة متوسط، وكان بيتدرب 4 أيام في الأسبوع بعد ما قلل من سفره حوالين العالم ومشاركته في الأحداث. خلاص النقطة دي بتاعت النشاطات تروح لراني، والنتيجة تعادل 2-2. الرقم القياسي. عارفة إن كولمان أخد لقب مستر أولمبيا 8 سنين ورا بعض؟ ده يعتبر صاحب أكبر عدد من البطولات، حطم الرقم القياسي للي قبله وهو 22 لقب، وهو خد 26 لقب. أظن طبعا كده روني يكسب باكتساح النقطة دي. لا، أنا عندي وجهة نظر تانية. بيج رامي واخدها بقاله 2 سنين، كنا مستنيين التالتة، بس هارد لك، عنده لسه قدامه مشوار. لكن روني خلاص عمره ما هيزيد عن كده عشان خلاص اعتزل. ايه رأيك ندي هنا نقطة لكل واحد؟ معاكي حق برضه. رامي مستنيين منه الكتير وخرج من الباب الكبير وشرف مصر بتمثيله ليها، ولسه اللي جاي أحسن بالعزيمة والإصرار اللي عنده. لازم نرجع أولمبيا السنة الجاية بإذن الله، واحنا كلنا إرادة إن احنا نحقق نتائج مهمة. احنا مش قليلين. 3-3. صوتنا النهاردة تعادل، انتوا صوتكم لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي.